السلام عليكم البنات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التجربة شخصية اللي دزت منها، وماشي غير تجربة عابرة ولكن عادات بسيطة دخلتهم للحياة ديالي وبدلوا فيا بزاف ديال الحوايج. بطبيعة الحال هاد التغيير ما شفتوش من اول مره بديت فيها هاد العادات، لا ايطاب باغ ايطاب، داكشي كيجي بالتدريج ومع المداومه. وحسيت بالفرق، عقليتي تبدلات، الاحساس ديالي تبدل، تبدلات حتى الطاقه ديالي، وليت كنحس بواحد السلام داخلي. هاد السلام اللي كنت كنقلب عليه بطبيعه الحال من شحال هادي وما كنتش كنلقاه، وبفضل هاد العادات الحمد لله وليت كنوصل ليه، وليت مرتاحه في حياتي. هاد العادات ماشي ضروري ديروهم كاملين، غير تبداو غير بوحده بوحده، حيت كما كيقولوا درجه درجه، وان شاء الله من بعد توليو ديروهم كاملين وتعمروا اليوم ديالكم بهاد العادات ان شاء الله. اذا ما نطولش عليكم نقول لكم اول عاده البنات هي الدوش بالماء بارد. اي الدوش بالماء البارد في الصباح الباكر. وانا عارفه صعيبه بزاف، خصوصا في فصل الشتاء، خصوصا في هذا الوقت اللي كاين البرد والكز. ولكن ثقوا بيا انها واحد العاده زوينه وزوينه بزاف. راه ملي تاخدي دوش بالماء بارد وكتدخلي تحت الماء البارد، راه الجسم ديالك كيفيق، الدورة الدموية ديالك كتحرك، القلب ديالك كينشط، حتى الوعي ديالك كيولي حاضر. راه كاين بزاف ديال البنات انهم كيدوزوا النهار ديالهم هما بدون وعي، غير غاديين، غير كيتمشاو، غير كيقراو بلا وعي. فاش كدوشي بالماء بارد في الصباح، خصوصا في ديك اول ثانيه فاش كينزل لك الماء، راه واحد الاحساس راه لا يوصف. كتحسي براسك درتي واحد الحاجه صعيبه وغلبتي راسك، وكيولي عندك احساس اخر انك قادره تواجهي نهارك بلا خوف وبلا كسل. والبنات الدوش بالماء البارد راه ماشي غير مساله جسم باش تفيق الجسم ديالك، لا، راه هي تمرين ديال الاراده. فاش غتفيقي الصباح وغادي تبزي على راسك تدوشي بماء بارد وتدوشي بماء بارد، هذه راه الاراده ديالك كتحقق عفوا. اذا هذه هي العاده الاولى. العاده الثانيه هي ساعه بلا ضوء صناعي. غتقولوا لي كيفاش هاد ساعه بلا ضوء صناعي؟ شنو هو هاد الضوء الصناعي؟ الضوء الصناعي الا هو الضوء ديال التلفازه، الضوء ديال اللامبه، الضوء ديال التلفازه كما قلت لكم في الاول، الضوء ديال التليفون اللي ولا كياخذ لينا وقتنا بزاف. كتلقاي الوحده 24 ساعه على 24 ساعه ويشد التليفون. وما نقدرش نقول لكم ولا نوصف لكم الضوء ديال التليفون شحال كيضرنا، كيضر العوينات ديالنا. اذا نحاولوا ساعه في النهار نحطوا التليفون، نبعدوا على الضوء الصناعي. وانا شخصيا كنديرها قبل ما ننعس بساعه، كنطفي الضواو كاملين، كنحيد التليفون، كنحطو بعيد عليا، وكنشعل واحد شميعه صغيره. علاش؟ حيت الشميعه عندها واحد الدلالات نفسيه، كتدل على الهدوء، ما فيهاش اشعاعات، كتعطيك واحد الراحه، واحد الدفء. اذا كنحط حدايا واحد الشميعه، وراه كاين الشميعات اللي بالرويحه فيهم الرويحات، كنحط حدايا واحد الشميعه وكنريح العقل ديالي اللي نهار كامل هو خدام ومشبع بالضجيج ديال الضوء، اللي كيحتاج مني واحد السويعه ديال السكون. ومنين بديت هاد العاده البنات لاحظت ان النوم ديالي ولا عميق، ولات واحد الراحه نفسيه، والنفسيه ديالي تحسنات بزاف، ولات من الاحسن الى الاحسن. ثالث عاده البنات هي المشي حافيه على التراب.
ما معنى هذا الكلام؟ هو انني نتمشى على التراب وانا حفيانه. الا عندك الفرصه انك تمشي للحديقه ولا الغابه يكون احسن واحسن. انا كنفضل الغابه، يعني كندير مثلا سيونس كل اسبوع ديال الرياضه. كنختار واحد 15 ل 20 دقيقه كنحيد فيها السباطغي ديالي وكنتمشى حفيانه. علاش؟ حيت كنحس بان التوتر كيهبط ليا مع الرجلين وكيمتص التراب. يعني داك التوتر ديال النهار كامل كينزل ليا مع رجليا، والتراب بحال كيجبدو لعندو وكتدخل فيا انا واحد الطاقه جديده. كيولي عندي واحد الاتصال، واحد الاحساس متصل مع الطبيعه، وكنحس بواحد الراحه يعني ما كتوصفش بزاف. يعني هاد العاده هادي انا كنصحكم بها لحتاش مهمه بزاف، وراه نصحونا بها بزاف ديال العلماء وبزاف ديال الدكاتره. يعني كتعطيك واحد الفرق اللي زوين بزاف. يعني دخليها مع الرياضه ديالك، انك تمشي دير الرياضه في الغابه. اختاري واحد الوقيته 10 دقائق 15 دقيقه 20 دقيقه، وحيدي ديك السبادريه وتمشي ليا على التراب وحسي بداك الاحساس ديال الاتصال مع الطبيعه كيف ما شرحت لكم. رابع عاده البنات وهي الطبخ في صمت. حنا البنات في هاد السنوات الاخيره ولفنا اننا نحطوا التليفون حنا في الكوزينه، نحطوا التليفون نسمعوا البودكاست نسمعوا الاغاني. يعني كنصلوا الماعن ولا كنطيبوا حنا ودنينا وعقلنا خدام. لا، نحاول انني ما ندخلش معايا التليفون للكوزينه، نخدم نطيب وانا في صمت، نستمتع بالطياب، نستمتع وانا كنغسل الماعن. في هاد العاده هادي راه كتحسي براسك انك كتغذي الروح ديالك قبل من الجسم ديالك. كتولي واحد اللحظه ديال الحضور ديال الوعي، انك كتعرفي راسك شنو كديري في الطياب. كتمتعي في الطياب، كتمتعي وانك كتشمي الروائح وانت كطيبي. يعني نحاولوا اننا نطبخوا في صمت ونبعدوا على التليفون وعلى الصداع وعلى لي بودكاست وعلى الموسيقى وعلى الاغاني وداك الضجيج. يعني فاش نكون كنطيب نريح الدماغ ديالي. خامس عاده البنات وهي نحاول نجلس مع راسي واحد 5 دقائق 10 دقائق ونصنت الاحاسيس الداخليه ديالي. ماشي لحظه تامل ولا لحظه قراءه ولا نشد الهاتف، لا، واحد الجلسه نسكت فيها ونسمع النبضات ديال القلب ديالي. بطبيعه الحال في الاولى غتجيك صعيبه حيت حنا مولفين الا جلسنا شدو التليفون في يدينا ولا نجلسو كنتفرجوا. ولكن ملي غادي تداومي عليها غتلاحظي ان هاد العاده هادي كتصفي لك الدماغ. كتحيد لك داك ستريس، كتحيد لك داك الضغط. هاد لحظه الصمت من الخلال ديال شنو كديري؟ كتحاولي انك تصفي الذهن ديالك من ديك الهضره الزايده ديال النهار كامل. يعني كتجلسي انت وراسك وكتسوبريمي اي حاجه كانت عندك في داك الدماغ ما عجباتكش داك النهار. يعني هي واحد الجلسه مهمه، ومن الخلال ديالها كتصالحي مع الذات ديالك. اما بخصوص العاده السادسه البنات وهي الكتابه بلا قواعد. شنو المقصود منها؟ هي انني كناخذ ورقه بيضاء وكنكتب فيها كل شيء، اي حاجه درتها في النهار ديالي كنكتبو. شي حاجه حزينه، شي حاجه خلعتني، شي حاجه ما عجباتنيش، حتى داك الكلام اللي ما كنتش قادره نقوله لشي حد كنكتبو. ما تفكريش في الجماليه ديال الورقه ولا التنظيم، غير كتبي اي حاجه طاحت لك في الدماغ ديالك كتبيها وخرجيها. هاد الحاجه كنت خاصني نقولها، هاد الحاجه ما كانش خاصني نقولها، كتبي وما تفكريش نهائيا. ومن بعد شدي ديك الورقه قطعيها ولا حرقيها، وبهذه الطريقه تكوني تخلصتي من كاع داكشي اللي كنتي باغا تقوليه اللي كان ضارك ولا ما كانش عاجبك. غتكون حيدتي عليك داك الهم كامل. نمشيو دابا سابع العاده اللي كتعجبني انا بزاف، واللي هي يعني كندير
تخليطه ديال الزيوت العطريه. مثلا كناخذ ماء الورد كنخلطو مع زيت الخزامه وكنرش به المخده ديالي قبل ما ننعس. هاد العاده هادي كتخلي واحد الرائحه زوينه اولا، ثانيا كتخفف التوتر وكتعاوننا على داك النوم الهادئ والمريح. يعني كنحس بواحد الانتعاش، بواحد الهدوء، بواحد الراحه فاش كنبغيو نعسو. واما ثامن عاده البنات واللي سميتها تحديات صغيره للنفس، شنو كندير فيها؟ هي كنتحدى راسي، كندير تحديات مع راسي. مثلا كندير يومين ما ناكلش السكر الصناعي، بدون سكر صناعي كناكل غير مثلا غير التمر، غير المكسرات، كنبعد كل البعد على اي حاجه فيها السكر الصناعي. او مثلا كندير مثلا نهار ما غاديش نتشكى فيه، يعني ما غاديش نقول اوف علاش درت هكا ولا ما درتش هكا، ما غاديش نلوم فيه راسي مثلا. او كندير مثلا ساعه بدون هاتف، ساعتين بدون هاتف، واخا حنا في هذا الوقت صعيب انك تحققيها. على ان ما كانش ندير 24 ساعه، ولكن عارف راسي الا تحديت راسي على التحدي ما غاديش ندير واحد الهاتف ولا شي حاجه مهمه في الحياه ديالنا. وما نكذبوش على راسنا. يعني مثلا كديري نهار ما تشوفيش التلفازه، يعني او كديري تحدي ايجابي انك 3 ايام تقراي فيها القران. او مثلا تحدي اخر هو تحدي جد جد مهم في الحياه ديالنا وديجا دويت عليه، هو انني تحدي ديال انني نوض نصلي الفجر، ولا انا مثلا انني نوض ندير قيام الليل. وفاش كديري هاد التحديات وكتنجحي كتبيني لراسك انك شحال نتيا قويه، وكتزاد ليك الثقه في النفس ديالك. كتولي كتكتشفي انك تقدري تعيشي بلا بزاف ديال الحوايج اللي انت كنتي حاسه انهم ضروريين في الحياه ديالك. تاسع حاجه البنات او تاسع عاده هي التنظيم. تنظيم البنات هي عاده مهمه ومهمه بزاف، خصوصا في البيت ديالك. واخا ما يكونش عندك البيت ديالك، حنا عارفين اننا اغلب الاسر المغربيه راه ما كتلقايش عند البنت ولا الولد البيت ديالو. يعني التنظيم شي حاجه مهمه، يعني واخا يكون غير عندك غير ماريو صغير، تنظيم ثم التنظيم، كل حاجه تكون بلاصتها. ديك الفوضى الخارجيه كتخلق في نفسنا فوضى داخليه واحده اخرى. يعني نرتب البلاكار ديالي، نرتب البيت ديالي، نرتب الحوايج ديالي، نرتب المكياج ديالي، نرتب الملابس الداخليه ديالي. يعني كل شيء يكون مرتب، والترتيب كيخلق واحد الراحه نفسيه. الا عندك حوايج ما كتستعمليهمش مده طويله تبرئي بيهم ولا لوحيهم تخلصي منهم، يعني ما تخليهمش عندك. يعني هذا التنظيم والترتيب كيخلق تجديد في النفسيه ديالنا. دابا ندوزو لعاشر عاده. عاشر عاده واللي كنعتبرها انا شي حاجه مهمه كذلك من العادات المهمه، وهي كتابه رساله حب لشخص عزيز عليك، سواء كان الزوج ديالك، الحبيب ديالك، الصديق ديالك، الاخت ديالك، الام ديالك، الجده ديالك، الجد ديالك. يعني ولو مره في الاسبوع تصيفطي مثلا واحد الميساج تعبري فيه على الحب ديالك ليهم، التقدير ديالك ليهم. غير عبري، هاد الشيء راه كيخلق واحد الطاقه ايجابيه في الداخل ديالك، انت كيفرحك قبل ما يفرح داك الطرف الاخر. مفهومه البنات؟ وفي الاخير البنات بغيت نقول لكم انه ماشي خاصنا نكونوا مثاليين في دفعه واحده، يعني غنجي غنطبق هادشي وغادي نكون مثاليه. لا بالعكس، شويه بشويه، عاده بعاده. هاد العاده نجربها هاد الاسبوع، لا هاد العاده نجربها الاسبوع الجاي، وديك الساعه بشويه بشويه غادي تحسي بالفرق، وغتحسي انك كتطوري وكتحسني ان شاء الله. المهم هو انك تكوني قريبه من راسك وواعيه براسك ومرتاحه مع راسك. والبنات الا بغيتوا الجزء الثاني ديال اهم العادات اللي تقدر تغير لنا الحياه ديالنا كائنات، كتبوا لي في لي كومونتير شنو هما العادات اللي كديروا نتوما، وان شاء الله انا غنشاركهم مع المتابعات. ما تنساونيش بلي لايك، بلي كومونتير، بسبسكرايب. راني كندير مجهود بزاف، وكنحاول نعطيكم شي حاجه اللي مفيده ومعلومات مفيده بعيده كل البعد على التفاهه اللي كاينه في السوشيال ميديا، اللي للاسف كنلقاو ان الناس متابعينها بزاف. كيخليو القنوات اللي فيها الافاده، قنوات الدراسه، قنوات المعلومات الدينيه، القنوات اللي كتقدم
تقدم لك معلومات غتعاونك في الحياة ديالك، والأغلبية كيشاهد وكيتابع كل ما هو تافه. وهذه من بين العادات السيئة للأسف اللي كاينة في المجتمع ديالنا كمجتمع مغربي أو في المجتمع العربي بصفة عامة. إذا البنات لايك سبسكرايب، ونتلاقاو إن شاء الله فيديو جاي، وما تنساوش أني كنبغيكم وكنحماق عليكم.